السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. ومرحبا بكم معنا في قناتكم شيوات الاخوات، فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبنا لكم هذا الاقتراح الرائع ديال هاد لاطارت بكريمه اللوز. فعلا كتجي رائعه البنات، واحد الحاجه اللي طوب. بباط صابلي منزليه، يعني كديرها في الدار بلا تعقيدات، وكتجي فعلا بنينه. يستحق انكم تجربوها. جربوها وردوا عليا الخبار وبارطاجيوها مع الحباب. محشوه بالشوكولاته وكريمه اللوز. كتجي رائعه البنات. اللي بغى يتعرف على المكونات والطريقه بقاو معنا، شاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وغادي نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. اول حاجه غناخذوا الزبده اللي تكون من نوعيه جيده، وغادي نديرو 125 غرام. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف كيف العاده. عندنا السكر الخشن او سكر كلاصي كيف ما بغيتو. وواحد المعلومه، الزبده تكون بحراره المطبخ باش كتسهل علينا العمليه. انايا كنت ما جبدتهاش في الوقت وكتعذب شويه. مهم عندنا واحد البيضه كذلك، وواحد القبيصه ديال الملحه، ونحكو شويه ديال الحامض باش يعطي هذيك النسمه وديك الريحه زوينه. وغادي نبداو نخدموا غير بمعلقه هكا ديال الخشب ولا بيديكم كيف ما بغيتو. كيف ما كتشاهدوا هنا الزبده عذبتنا شويه، من الاحسن تكون بحراره المطبخ. وغادي نضيفوا الدقيق على حسب الخليط، نبقاو نضيفوه بشويه بشويه. وهنايا عندنا واحد المعلقه كبيره ديال مايزينا غربلتها، وواحد المعلقه صغيره ديال الخميره كيميائيه كذلك نغربلوها، ما يعادل تقريبا 7 غرام. وغادي ندخلوا هذاك الدقيق بشويه بشويه. وهنا غادي ندوزو باش غادي نخدموا بيدينا. مهم تبقاو تضيفوا الدقيق بشويه بشويه. الا شفتوا مازال خاصه حتى تحصلوا على الاخر اللي بغيتو بحال هكا، خاصها تكون رطبه. وغادي ندوزو باش غادي نسرحوها، نخدموها في سطح العمل. ناخذ ورق الزبده ونبسطوها فوق منه، نحاولوا اننا نقادوها مزيان. وغادي نضيفوا ورق خرم ديال الطبخ فوق من العجين، ونبداو ندلكو فيها بهذه الطريقه حتى نقادوها مزيان ونتحصلوا على واحد السمك هكا، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه عاود كيف ما كتشاهدوا هنايا في الفيديو. وغادي ناخذوا المول، تقدروا تاخذوا مول كبير ولا ديروهم فرديين في مولات صغار. وغادي نحاولوا نقادوا الباط هكا ديالنا في المول مزيان، نقادوها ونحيدوا هذوك الجوانب. كتجي زوينه بزاف البنات هاد العجينه، يعني واخا تخليوها على برا ما ديروهاش في الثلاجه ولا ما كيصرى لها والو، كتجي فعلا زوينه بزاف. بعد ما قادينا المول ديالنا غادي نخليو المول جانبا، وغادي ندوزو هنايا عندنا الشكلاط. تقدروا تستعملوا ديال الدهين، تقدروا تستعملوها هذه باللوز اللي استعملناها حنايا، تقدروا تستعملوها بلا لوز بلا حتى شي حاجه ولا بالبندق. المهم هذاك الشيء على حسب المتوفر عندكم، ولا غير الشكلاط العاديه ديال الدهين كيف قلت لكم. نقطعوها كيف ما كتشاهدوها، كنفرتوها. مهم الكميات كتبقى على حسب، تعمروها مزيان بهذيك الشكلاط، ديروا هذيك لافاز ديال الشكلاط فوق من العجين. وغادي نخليوها هكا جانبا. وغادي ندوزو باش نخدموا كريمه ديال اللوز. هنايا عندنا 150 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، عندنا 100 غرام ديال السكر كلاصي، واحد الساشي ديال سكر فاني. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف كيف العاده. ونخدموا هذيك الزبده مع هذاك السكر مزيان. السكر كلاصي الحاجه اللي فيه مزيان انه كيساعد كيذوب دغيا مع الزبده، فيستحسن انكم تستعملوا سكر كلاصي. هنايا غادي نضيفوا البيضه الاولى، البيضه الثانيه، وغادي نحكو كذلك واحد شويه ديال قشره ديال الحامض بهذه الطريقه. وغادي نخلطوا هاد المكونات عاود مع بعضياتهم مزيان باش يندمج لنا داك البيض مع الباقي الخليط. نخلطوا مزيان كل شيء. وهنا عندنا اللوز بودره، تقريبا واحد 250 غرام ديال اللوز نضيفوه ونخلطوه. وغادي نضيفوا كذلك واحد 2 معالق كبار تقريبا، ماشي بزاف، 2 معالق كبار ديال الدقيق فرينه. وغادي نخلطوا هكا جميع المكونات مع بعضياتهم مزيان. وغادي نديروا هذا الخليط في هذه الكريمه ديال اللوز تجيب حلواني بهذه الطريقه بها، باش غادي نبداو نقادو هكا فوق من هذا الشكلاط اللي درنا من قبل. نقادو الكريمه ديال اللوز بهذه الطريقه
تقدروا ديروها في جيب حلواني ولا غير تبسطوها هكا بسباتولا ولا نديرو هكا واحد الضريبات باش تقاد لينا. وغادي ناخذ واحد المعلقه ونبسطوها كيف قلت لكم بهذه الطريقه، نقادوها مزيان. ومن بعد هنايا غادي نضيفوا رقائق ديال اللوز افيلي، نقادوه وغادي ندخلو الطارت ديالنا للفران. نشعلو عليه غير من التحت حتى تحمار لينا من التحت، عادو نطلعوها تحمر من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما خرجناها من الفران. كتجي زوينه بزاف البنات، واحد لا في المنظر ولا في المذاق، كتجي بنينه. جربوها وردوا عليا غتعجبكم اكيد. طارت بالشوكولا وكريمه اللوز، منزليه بنينه وسهله ما فيها شي تعقيدات. نتمنى تعجبكم هاد لاطارت وتجربوها، تشاركوها مع الحباب. كيف ما كتشوفوا الجواب باين من عنوانه، فعلا كتهضر على راسها بلا ما نشكرها لكم بزاف. كتجي زوينه بزاف، كيف سبقت قلت لكم لا في المذاق ولا في المنظر. انا نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل، ومن التحت كتجي محمره كتذهب لينا، كتهز واحد اللون ذهبي زوين. هاد لي بات ديال هاد لاطارت بحال ديال الصابلي، كيجي مرمل، كيجي فتي، كيجي شحال ما شكرتها لكم ما غاديش نعطيها حقها. مهم وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.